اللي حصل لي في ليلة راس السنة دي ما كانش عادي. ده كان يوم مبشر إن السنة اللي جاية هتكون كلها رعب. مش عايز أطول عليكم. باختصار شديد، تعرفوا مين ده؟ الحقيقة أنا كمان ما كنتش أعرف مين ده. اللوحة دي أنا اشتريتها من فترة وما كنتش أعرف مين الشخص اللي جواها من أول ما جبتها وأنا راكنها لحد ما جينا في ليلة راس السنة وطلعتها بالصدفة. مش عارف ايه اللي خلاني اطلعها، ولكني طلعتها وفضلت ابص لها كده. كنت عايز اعرف مين الشخص اللي جواها، ولكني برضو ما عرفتوش. فالمهم، ليلة راس السنة دي طبعا زي ما انتوا عارفين الكل بيبقى مستعد ان هو يتشيك ويلبس ويخرج علشان يسهر للصبح لبداية سنة جديدة. واللي حصل لي كان حاجة شبه كده، ولكن حاجة وصلتني لعالم ما كنتش أعرف عنه تاني، اسمه عالم المراية. السلام عليكم. مش عايز اطول عليكم كتير، ولكن يلا نبدأ في الطقوس بتاعتنا. لو انت من الناس اللي بتخاف فياريت ما تسمعش القصة دي وانت قاعد لوحدك. اما بقى لو انت من الناس اللي قلبها جامد وما بتخافش فتعالى، عايزك تقعد في الأوضة بتاعتك وتهدي النور شوية وتحط لي السماعات في ودنك. وللي أول مرة يشوفني، أنا محمد نبيل وده برنامج فوق التراب. ويلا بينا نقول بسم الله. اليوم ده طبعا الكل كان مستعد للخروج، ووقت الخروج في اليوم ده بيبقى متأخر زي ما احنا عارفين. فالمهم، اليوم ده كنت متفق أنا وأصدقائي إن احنا هنسهر بره. فعلى الساعة 10 بالليل كده كنا بدأنا إن احنا نتحرك، والكل بدأ إن هو يلبس. فقمت من مكاني وبدأت إن أنا أغير هدومي، وكنت واقف كده في الأوضة بتاعتي وكان عندي مراية طويلة واقف قدامها وبشوف الهدوم اللي انا لابسها تمام ولا لا، في حاجه غلط. واثناء ما كنت واقف النور قطع، ومع قطع النور بدات ادور على الموبايل بتاعي. كنت حاطه فين مش عارف. فلفيت وشي وبدات ادور على السرير على الموبايل، ولكن ما لقيتوش. ومره واحده لقيت ضوء كده ظهر، ضوء ما كنتش عارف مصدره جاي منين. في الأول افتكرت إن حد بيرن عليا والتليفون نور، فقلت كويس. ولكن بعد كده اكتشفت إن ده مش ضوء التليفون، ده ضوء المراية. المراية بتاعتي كان في ضوء خارج منها. بصيت عليها بسرعة ولقيت حاجة غريبة. في في حاجة جوه المراية. قربت منها بخطوات قليلة ولقيت زي بوابة كده جوه المراية نفسها. وقفت قدامها وأنا عمال أبص جوه كده وأنا مستغرب. كنت شايف قدامي شارع طويل، كان شارع فاضي مفيش فيه أي حد. وفي نهاية الشارع ده لقيت واحد واقف وبيبص لي. واحد كان عمال يقرب مني، وكل ما يقرب كانت ملامحه بتظهر أكتر. كان عنده دقن كبيرة كده، ودقنه كان فيها شعر أبيض وبني كتير، وشعر راسه كمان كان طويل وفيه برضه شعر أبيض وبني وأسود. وشعره كان طويل ونازل لحد قفاه، وكان لابس عباية سمراء، وجسمه كان مليان شوية وكان طويل. فضل يقرب مني وأنا واقف مكاني في الوقت ده، مش عارف أتحرك. حاسس زي ما يكون حاسس زي ما يكون كده في حد مكتفني وشايل حركتي. فضلت واقف مكاني متسمر لحد اما الشخص ده فضل يقرب وبقى واقف قدامي في انعكاس المراية. لما بدأت أركز في ملامحه أكتر عرفت ده مين. ده الشخص اللي في اللوحة اللي أنا اشتريتها. كان واقف وهو بيبص لي بنظرات غريبة، نظرات مش مفهومة كده. كنت عايز أقوله إيه اللي بيحصل ده؟ أنت عايز مني إيه ولا في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. فضل باصص لي وهو ساكت، ومرة واحدة لقيته ابتسم ابتسامة مرعبة وراح رافع ايديه كده وقربها مني. ولكن واضح ان كان في عازل ما بيني وما بينه، والعازل ده تبقى المراية. المهم، رفع صباعه وبدأ ان هو يمشيه قدامي على الهوا، ولكنه ما كانش بيمشيه على الهوا، ده كان بيمشيه على البوابة الفاصلة بينا وهي المراية، علشان اكتشف ان هو بيكتب حاجة. والحاجة اللي كان بيكتبها دي كانت: ابتسم، إن القادم سوف يكون مليء بالأهوال، وعلى كل من يحمل
صورتي عليه أن يتحمل لعنتي. الخط اللي كان بيكتب بيه كان لونه أحمر كده، لون شبه الدم اللزج، ومع كتابة الخط الحروف نفسها كانت بتنزل دم كتير لحد ما المراية كلها بقى لونها أحمر، وما بقتش قادر أشوفه، مش عارف أشوف انعكاسه في المراية من كتر الدم اللي بقى قدامي. في حاجة في الوقت ده جت في دماغي وكنت عايز أكتشفها. مديت إيدي أعلى المراية وعملت كده، وبصيت في إيديا ولقيتها كلها مليانة دم. فعملت إيدي كده بسرعة ورحت راجع لورا، وفي اللحظة دي النور جه. ولما النور جه بصيت على المراية، لقيت كل حاجة اختفت، لا في دم ولا في انعكاس ولا في أي حاجة. ولقيت الموبايل بتاعي مرمي على السرير وعمال يرن. طبعا خدت كام دقيقة كده على ما استوعب اللي بيحصل، وفضلت أبص يمين وشمال، وفضلت باصص على المراية على أمل إن حاجة تانية تحصل، ولكن كل حاجة انتهت. فقلت الحمد لله، الله أعلم بقى اللي حصل ده كان إيه. يمكن كان بيتهيألي علشان بقالي يومين مطبق في الشغل. فمسكت الموبايل ورديت على صاحبي اللي كان بيتصل بيا وكان بيستعجلني علشان ننزل، ولقيته بيقول لي ما يلا يا ابني، عمالين نتصل بيك من بدري، الساعة بقت 12. قلت له خلاص خلاص يا عم أنا نازل أهو. فبصيت في الموبايل كده وافتكرت الكلمة اللي هو قالها، الساعة 12. 12 إزاي؟ الساعة كانت لسه 10 دلوقتي، وأدركت إن في ساعتين ضاعوا من عمري وأنا واقف قدام المراية. فكملت لبس بسرعة ورحت واخد الموبايل واخد حاجتي ونازل من البيت. قابلت أصدقائي وبدأنا إن إحنا نتمشى في شارع وسط البلد ونلف، وطول الوقت وأنا دماغي مشغولة باللي حصل. الكل كان عمال يسألني مالك يا ابني، مالك يا نبيل، في إيه؟ وأنا أقول لهم مفيش حاجة مفيش حاجة. أصلا أنا عارفهم كويس، اللي هقول له ده أنا حصل معايا واحد اتنين تلاتة، والشخص اللي اشتريت اللوحة بتاعته من فترة شفته في المراية. الكل كان هيتريق عليا وهبقى أضحوكة الليلة. علشان كده فضلت ساكت وقلت اللي حصل ده جايز يكون كان بيتهيألي وخلاص. وبعدها عملت إيه؟ بعدها طلعنا على منطقة المقطم وقعدنا. طبعا اليوم ده كان زحمة جدا واحتفال والكل كان فرحان وبيهيص، إلا أنا كنت في عالم تاني خالص. المهم بعد ما اليوم ده خلص طلعت على البيت علشان نستقبل بقى سنة جديدة، وأول ما روحت كان الصبح طلع. رحت نايم علشان طبعا عندي شغل الصبح بدري. صحيت تاني يوم وطلعت على شغلي، وبعد ما خلصت شغل طلعت من المكان اللي أنا شغال فيه وفضلت أتمشى شوية للشارع علشان أركب، لأن من المكان اللي أنا شغال فيه لحد الموقف في مسافة حوالي مثلا 3 كيلو. فالمهم أنا بتمشاها كل يوم، بتمشاها كده أشم شوية هوا وأنا حاطط الإيربودز في ودني وبسمع أغاني. المهم وأنا ماشي على جنب كده في الطريق لقيت عربية مرة واحدة وقفت جنبي. كانت عربية حمرا والإزاز بتاعها كله متفيم، مش عارف مين اللي جوه. المهم سمعت صوت حد بيندهلي من جوه العربية والإزاز نزل. قربت من العربية ولقيت واحدة قاعدة كده على الكرسي اللي كان جنب السواق واللي كان من ناحيتي. فقلت لها نعم في حاجة؟ قالت لي هو شارع البستان فين؟ فوصفت لها وقلت لها انت هتمشي كده وشمال وبتاع، وبدأت اوصف لها توصل ازاي. وبعد ما وصفت لها شكرتني جدا وقالت لي انت رايح فين؟ فقلت لها انا رايح الموقف اللي قدام ده. فقالت لي طب خلاص ما تركب معانا واوصلك كده كده في طريقي يعني. فقلت لها لا لا مش عايزه اتعبك. فقالت لي لا تعبك راح، ده كفايه اللي انت عملته معايا. قلت خلاص الست طالما يعني اصرت وكده فاركب معاها، ايه المشكله يعني. فركبت في الكنبه اللي ورا وهي كانت راكبه جنب السواق والراجل اللي كان بيسوق باصص قدامه، واتحركنا. طبعا الطريق يعني لحد الموقف ما كانش هياخد دقيقتين دقيقتين ونص بالكتير. وفضلت باصص قدامي علشان اول ما يجي المكان اللي انا هنزل فيه اقول لهم خلاص انا هنزل هنا ويوقف العربيه وانزل. ولكن لما وصلنا عند الموقف ما وقفوش العربيه. فضلت اقول لها خلاص يا استاذه انا تمام انا هنزل هنا، وهي برضو مكمله. يا حضره اللي سايق انا هنزل هنا. والراجل باص قدامه ومركز والعربيه طايره. يا جدعان يا جدعان، محدش بيرد عليا، الاتنين باصين قدامهم وساكتين. طب اعمل ايه، الناس دي خطفوني ولا ايه؟ فمديت ايدي كده على السواق وفضلت اصغط فيه يا عم انت يا عم انت سامعني. وهو برضو ولا هنا، بس جسمه كان تقيل كده، كان عامل زي الخشب كانك بتخبط في خشب. ومره واحده لقيت العربيه بدات تهدى والشخص ده لف وبص لي. ولما لف وبص لي اكتشفت حاجه غريبه، ده نفس الراجل اللي في اللوحه.
بالظبط كان هو نفس الملامح، نفس شعر دقنه اللي كان ابيض وبني، نفس شعر دماغه الطويل، نفس ملامحه. وفي اللحظه دي ما لقيتش حل تاني، رحت فاتح باب العربيه ونطيت منها. وطبعا علشان العربيه كانت بدات ان هي تهدي، فما حصليش حاجه، بعض الكدمات بس. المهم كنت قاعد في الارض كده وانا ماسك دراعي، وكنت شايفه وهو بيبص لي في المرايه، ومره واحده مشي بالعربيه. ودي كانت المره التانيه اللي تحصل لي حاجه بسبب الراجل ده. ودي ما كانتش المره التانيه وبس، ده بقى يظهر لي في كل مكان، حتى في الحلم ما كانش بيسيبني، لحد ما قررت ان اروح لحد يشوف لي حل في المشكله دي. ورحت لشيخ كان كبير كده، شيخ عندنا في المنطقه، وحكيت له على كل اللي حصل معايا. واستغربت من رده، بس رده كان مقنع. قال لي: يا ابني، الصوره اللي معاك دي ملهاش علاقه اصلا بكل اللي بيحصل لك. اللي حصل لك كان صدفه، ولكن كنت انت السبب فيه. فقلت له: سبب في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي: لا عملت. انت وقفت قدام المرايه في ساعة معينة، الساعة دي كان خلاص فاضل دقايق على بداية سنة جديدة، وفي الوقت ده كان بيحصل تبادل بين العالم بتاعنا وعالم المراية. فلما انت فضلت واقف وباصص فيها، وقبلها انت كنت باصص في الصورة اللي في اللوحة اللي انت اشتريتها، فهنا حصل التبادل، وانت سخرت العفريت ده من الجزء التاني في المراية، وعلشان كده طلع للعالم بتاعنا وبدأ إن هو يطاردك. قلت له: طب والحل إيه؟ قال لي: الحل معاك أنت. قال لي: أولا لازم ما تبصش في أي مراية، أي مراية عندك في البيت تكسرها. قلت له: تمام، لو كده سهل. قال لي: لا، مش كده وبس، في حاجة كمان لازم إنها تحصل. فقلت له: حاجة إيه تاني؟ قال لي: اللوحة اللي معاك في البيت ما ينفعش ترميها ولا توديها في أي مكان، لازم تفضل موجودة في البيت. ما تستغربش، لان زي ما قلت لك اللوحه ما كانش ليها علاقه، ولكن انا هفهمك. الشخص اللي في اللوحه ده موجود ما بين عالمين، العالم اللي في اللوحه والعالم التاني اللي في المرايه، وانت طلعته للعالم بتاعنا. بس العالم بتاعه الاساسي فين؟ قلت له: في اللوحه. قال لي: بالظبط، يعني هو ما ينفعش يتحرر من اللوحه. وهو دلوقتي فين؟ فضلت ساكت مش عارف اقول له ايه. قال لي: هو دخل المرايه وطلع للعالم بتاعنا، ولكن موقعه الاساسي جوه اللوحه. فاللي انت هتعمله كالاتي: المرايات ما ينفعش تقف قدام ولا واحده منها، وبكده انت حذرته من المرايه، فاصبح ان هو قدامه طريقين بس: العالم بتاعنا وعالم اللوحه. وانا هديك شويه حاجات تحصنك، وحاجات تقولها كل يوم، ونوع بخور معين لازم تولعه في البيت طوال اليوم، علشان يمنع الشخص ده ان هو يقرب منك. واللوحة هتفضل موجودة زي ما هي، ولكن بعد اللي هنعمله ده هيفضل يطاردك في العالم بتاعنا لمدة 12 يوم كاملين. وبعد ال 12 يوم دول ما يخلصوا، هيرجع تاني للعالم بتاعه الأساسي اللي هو عالم اللوحة، وهيتحبس فيها ومش هيطلع منها تاني للأبد. ولكن ده بيوضح لك إنك هتفضل في اللعنة بتاعته طوال ال 12 يوم الجايين. فات منهم يومين أو 3، فهيتبقى 10 أو 9 أيام لازم تستحمله. وبعد ما ينتهوا، الشخصية اللي انت حضرتها هترجع تاني للوحة. المهم مشيت من عند الراجل ده وعملت كل اللي هو قال لي عليه بالظبط، وبقيت لازم استحمل اللي هيحصل لي في ال10 أيام اللي جايين. المهم إن ال10 أيام خلصوا، وبعد ما خلصوا كان حصل اللي قال لي عليه الشيخ، والشخصية اللي أنا حضرتها في المراية اتحبست جوه اللوحة، وكان لازم اللوحة تفضل معايا علشان ما يتحررش منها ويروح لحد تاني. فلو انت من الناس اللي بتحب تقف قدام المراية كتير، فياريت تاخد بالك، لأن في أوقات محظور عننا نقف قدامها، خصوصا لو انت كنت مركز مع شخصية تانية قبل ما تبص في المراية، ووقتها ممكن تحضر الشخصية دي من غير ما تاخد بالك. وبس كده، ودي كانت تجربة عفريت المراية. وبس كده،
وبكده تكون انتهت التجربة بتاعتنا، ولو انت وصلت لحد هنا اعرف ان انت حد مميز جدا عندي. ولو الحلقة عجبتك، وانا واثق انها عجبتك ان شاء الله، فما تنساش انك تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتدوس لايك على الفيديو ده لو عجبك، وتسيب لي كومنت فيه ارائك، وتقول لي كمان لو في اي اخطاء في الفيديو. وعاوزك تستنى بقى كل التجارب اللي جاية، لان التجارب عندنا مش بتخلص. كان معاكم محمد نبيل من برنامج فوق التراب، وإن شاء الله تكون سنة كريمة علينا.